ازيكم؟ في الفيديو دوت الجزء التاني من ازاي تعمل كيس شيبسي. تمام. دوت الجزء التاني. هوريكم ازاي تعملوا بقى اللي هي حته البطاطسايه ديت. هنشوف ازاي بنعملها. يلا نخش على برنامج بلندر. كان معاكم يوسف، كان بليدنت ات. يلا بينا. افتح معايا برنامج بلندر. يلا بينا نعمل حته الشيبسيه. بص، هتدوس شيفت اي وتجيب بلان، وتروح عند التوب فيو من هنا، وتدوس اس واي. حلو. بعد كده تروح للايديت مود من هنا، وتدوس كنترول ار، وهتعمل 3 قطعات بالطول. يعني هتعمل 3 خطوط بالطول كده، و3 خطوط بالعرض بالشكل ده. حلو. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنبدأ بقى ايه، ان احنا نظبط الدنيا. جايب البوينت دي مع البوينت دي، وتدوس اس اكس، وتبدأ ان انت تعمل كده. تمام. طيب بس قبل ما تعمل كل ده، في خطوة نسينا نعملها. ايه؟ ان انت هتعمل دوس الت، وتعمل دوس مرتين على اي فيرتكس من دول. تروح عند ميش ترانسفورم تو سفير، عشان يديله يعني الشكل السفيري الجميل ده. حلو. يعني كده شوية. تمام. ونبدأ نبعد دولت عن بعض، ونبعد دولت برضو ايه، يعني دول وده اس اكس، ونبعد كده شوية. ودولت برضو اس اكس، ونبعد كده شوية. مش قوي يعني. ناخد دولت اس اكس، ونبعدهم عن بعض شوية. تمام. تمام. طيب بعد كده بتعمل ايه؟ هتعمل سيلكت على الجزء ده والجزء ده. سوري، تعمل جزء سيلكت على الجزء ده والجزء ده. تمام. تروح عند الفرونت فيو، وتدوس جي زد، وتطلع بيه لفوق كده. بتقوم واخد الجزء دوت كده، كده اهو، والجزء ده معاه، بتدوس فرونت فيو، وبتطلع بيه لفوق كده. تمام. طيب بعد كده بتعمل ايه؟ بتروح عند الليفت فيو، بتدوس الت زد، وبتعمل سيلكت في النص هنا، وبتطلع بيه لفوق شويه. والجزء ده مع ده، دوس جي زد، وبتطلع بيه فوق برضو ايه شويه. تبقى معاك الشيبسية بالشكل ده. تمام. تمام. ممكن ناخد الجزء ده مع الجزء ده، يعني الحتة دي مع الحتة دي. ندوس اس اكس، بس ايه، خليها بس يعني كده، عشان تبقى شكلها ريل اكتر. سوري. دوس بقى رايت كليك شيد سموث. بعد كده بتيجي عند الاد موديفاير جنريت سب ديفيجن سيرفيس، تبقى معاك بالشكل ده. طيب ممكن بقى يعني انت تجود من عندك. يعني ممكن تجيب مثلا الحتة دي مع الحتة دي، تدوس اس اكس، وتبدأ ان انت تخليها كده. الحتة دي مع الحتة دي، تدوس اس اكس، تبدأ مثلا تخليها بالشكل ده. هنا وهنا اس اكس، هنا وهنا اس اكس مثلا. تخليها بالشكل ده مثلا كده. او ممكن تقرب اللي فوق من بعضيه، زي مثلا ما بنطلع الشيبسية تكون قريبة كده من بعض. اعمل اشكال كتيرة يعني. طيب كده الشيبسية يعتبر خلص. احنا ممكن تعالوا عند الليفت فيو، ممكن نخليها فوق شوية، ونخلي دول تحت شوية كده. تمام. تمام. طيب بص بقى، هتروح عند اد موديفاير سوليديفاي، وبتخلي الاوفست 0. بعد كده بتقرب كده شوية، وبتخلي الثيكنس يعني مش قوي يعني. تمام. بعد كده بتعمل ايه؟ بتروح عند الاد موديفاير ديفوم ديسبليس. بعد كده بتدوس نيو، وبتخلي الميد ليفل تخليه 0. هتروح هنا عند الجزء ده، انا اقرب لكم شويه. الجزء اللي هنا دوت اللي هو التكستشر تاب، بتدوس عليه. هجيب لك الصفحه دي. عند التايب بقى، في ايمج اسمها، حاجه اسمها ايمج اور موفي. فبتنزل تحت، وبتختار الاختيار ده. حلو. هتلاقيه عمل ضرب معاك كده عادي يعني. تنزل تحت، وبتخلي الانس بتاعته قليله خالص، يعني كده مثلا. حلو. بتخلي السايز مثلا بتاعه يبقى اللي هو، فاهمني، كده يعني. يعني حلو، شكله حلو مش وحش. طيب
تعالوا بقى نروح للخطوة التانية ونشوف ازاي نحط التكستشر. طيب بصوا بقى، هتفتح نص الشاشة، لو هتقسم نص الشاشة كده نصين، وتروح عند الشيدر اديتور وتدوس نيو. حلو، وتقوم دايس على هنا وتدوس كنترول تي. في حاجة لازم تعملها الأول. هتروح عند الايديت بريفيرنس، هتروح عند الادونز، حاجة تكتب كلمة نوت بالشكل ده، وهتشغل الاختيار ده وتدوس سيف. طيب تعالى بقى كده نجرب ده، يدوس كنترول تي عشان يجيب لك كل البروبرتيز بتاعة التكستشر. احنا عايزين بس هي الايمج. هتدوس اوبن وتروح عند الفولدر اللي انت مسيف فيه الصور. ممكن اسيب لك الصورة ديت في الديسكريبشن. حلو، بعد كده تروح ترجع تاني على اليو في اديتور وبتختار الشخصية اللي احنا لسه مختارينها. هتيجي هنا تروح عند الماتيريال بريفيو، هي دي الشيبسية بتاعتي. بهزر طبعا. طيب بص بقى عشان نعرف نحطها، هو ماله السمك كبير كده. بص تعالوا نرجع تاني ونخليه اللي هو يعني ممكن نخلي الخمسة دي واحد واحد بالشكل ده كده. تمام. طيب بص بقى، هتدوسوا تاب وتدوسوا ايه يو انور، وتدوسوا ايه تبدأوا ان انتوا تصغروها بالشكل ده. تمام كده انت الشيبسية بتاعتك بقت جاهزة. تعالوا مثلا اس واي وتخلوها كده اس اكس كده بالشكل ده. كده انت شيبسياتك بقت جاهزة معاك. دي شكل الشيبسية، حلوة مش وحشة. تعالوا نروح مثلا كده هنا، ديت شكل الشيبسية. تعالوا نختار مثلا شوية إضاءة كده، نشوف شكلها عامل ازاي. تمام. تعالوا بقى نعمل الحركة بتاعتنا. نروح عند الريندر بروبرتيز اي في سايكل جي بي يو، تنزل تحت color management، خلي الفيو ترانسفورم ستاندرد. تمام، عشان يعني تبقى معاك بالشكل ده. تبعد بس الإضاءة شوية، وبتخلي الراديوس بتاعها كبير كده عشان هو أصلا الباور بتاعها جامد. فبتيجي هنا شيفت دي، ممكن تحط هنا وشيفت دي تحط هنا بالشكل ده. وبس دوت كان الجزء التاني. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب. كان معاكم يوسف من قناة بلندت ات، وسلام.